في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر فيه معكم واحد الحلوه كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه، حلوه بالكنافه، كتجي فيها واحد القرمشه من برا، الحلاوه ديالها مع واحد المذاق رائع. انا متاكده انكم اذا جربتوها غادي تعجبكم بزاف وغادي تولي معتمده عندكم، وفي نفس الوقت هي حلوه بسيطه جدا وسهله كتحضر بالزربه. الا كانت هذه اول مشاهده لكم للقناه، هذه قناه زينه في الكوزينه، تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعكم ليا وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم باش تعمل الفائده. وبقاو لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه. غادي نبدا باول حاجه. هنا غادي تحتاجوا الكنافه البنات. الكنافه راه موجوده وكتباع تقريبا كتباع بنص كيلو، نص كيلو كيدير 630 درهم، يعني قل من نص كيلو ما كيتباعش. كتشروها كتكون مثلجه، كتاخذوها وتحتفظوا بها في المجمد الوقت اللي غتخدموا بها وكتجبدوها. صافي انا جبدت هذه الكنافه خليتها حتى ترخات وغادي ندوز باش نقسمها. غادي تحتاجوا البنات من هاد الكميه اللي غتكفيكم من الحلوه ديالكم فقط رابعه هي اللي غتخدموا بها. انا كما لاحظتوا هنا قسمتها على جوج، النص غادي نرجعوا للمجمد باش نخدم به مره اخرى والنص غادي نحمروا، ولكن راه شاط ليا كميه كبيره يعني ربع تقريبا اللي خدمته. كما كتلاحظوا هذه الكنافه رقيقه، ما تاخذوش الغليظه الرقيقه اللي كتجي زوينه في هذه الحلوه هذه. صافي كتبداو كتفتتوا فيها هكذا بيديكم وكتاخذوا واحد المقص وكتبقاو كتبداو تقطعوها. صافي هنا غادي نبدا كنقطعها بحال هكذا غير بشكل عشوائي. المهم تفتتوها كامله ما تخليوهاش ملصقه مع بعضياتها، هي راه دغيا كتفتت. من بعد البنات غادي تدخلوها الفران وتبداو كتحمروا فيها، تشعلوا عليها النار غير من الوجه ديالها يعني غير من الفوق منها، وبداو كتحمروا فيها غير هي ما تغفلوش عليها. بقاو يعني استمروا في التحريك ديالها حتى كتحمر لكم كامله. وفاش كتكونوا كتحمروا راكم ولا فاش تحمروها غادي تفتتوها هكذا بيديكم، ديك الساعات غير كتفتت وتولي هكذا قطع صغيره. بالنسبه للمقادير ديال الحلوه عندي 125 غرام من الزبده، يعني انا كنستعمل ديما زبده العبار كتعجبني، زبده النباتيه ماشي الحيوانيه. اللي بغى يستعمل الحيوانيه بطبيعه الحال يستعملها، او مع قبيصه ديال الملحه مع 3 المعالق كبار ديال السكر. انا شويه درتها بسوسه هذه الحلوه، اللي كيبغي الحلاوه يقدر يوصل حتى ل5 المعالق ديال السكر، وديروا بحساب راه من بعد غتغطسوها في العسل باش ما تحليوهاش بزاف. صافي زدت لها 2 قطع ديال الفرماج وواحد الكيس من الفلون ديال الكراميل. غادي ندلك مزيان داك الفرماج مع الزبده، ولا كان عندكم الدراب اليدوي من الاحسن باش دغيا داك الفرماج ما كيبغيش يتحل دغيا باش دغيا يتحل لكم. هنا غادي نضيف كاس قل من زيت المائده. الكاس ديال العنبه كيساوي 180 ملي، ضفت منه كاس الا ربع. صافي غادي نخلط مزيان هذيك الزيت مع الزبده مع الفرماج حتى نحصل عليه بحال الكريم. من بعد ما دلكت مزيان هذيك الزبده مع الفرماج، هنا غادي نضيف واحد البيضه كامله تكون بحراره المطبخ. وهي الحلوه ضروري كتبغي الخدمه في الاول قبل ما ديروا الطحين، هي راه كتبغي تخدم المكونات مزيان، ولكن في الوقت اللي ديروا الطحين ما كتبغيش تدليك، يعني غير تخلطوها وتحبسوا. هنا راه ضفت هذاك الكراميل، نسيت قلت لكم ضفته في الاول ولكن دابا عاد ضفتو. وغادي نضيف 2 معالق كبار عامرين من الحليب بودره او نيدو اللي يكون محمر شويه، تاخذوه تحمروه هكذا شويه في واحد المقيله كيعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا غادي نبدا نضيف الطحين، غادي نضيف منه فوق منه الخميره، نضيف واحد الكيس من فئه 7 ولا 8 غرام، وغادي نبدا نخلط. الطحين يكون خاص بالحلويات من الافضل، اللي ما عندوش طحين خاص بالحلويات غادي يدير الدقيق الابيض الناعم الخاص بالمخبوزات ويزيد عليه واحد المعلقه ديال ولا هنا في هذه الكميه غتضيفوا غير نص معلقه ديال النشا باش يولي لكم خاص بالحلويات. صافي غادي نبدا نزيد غير بالتدريج، ودائما كما العاده الحلوه ما كتبغيش تزيد بزاف باش ما تعطيكمش الخيط وما تقصحوهاش، خليو الخليط ديالكم ما يكونش قاصح بزاف باش يجيكم هشيش. صافي هنا غادي نبدا كنكور في الحلوه ديالي ونستفها هكذا في لاطه اللي مدهونه بشويه ديال الزيت. غادي نبدا كنستف الحلوه بهذا الشكل هذا. درتها بهذه الاحجام هذه، تقدروا تزيدوا تصغروها راه كتنفخ، تقدروا تزيدوا تصغروها يعني اكثر من اقل من هكذا. صافي غادي ندخلها الفران اللي يكون سخون
ويكون ناقص، وحتى كطيب ونخرجها. هنا البنات كما كتلاحظوا هذيك الكنافه تحمرت في التتة كما لاحظتوا، وغادي تحتاجوا للعسل. وغادي تبداو كتغطسوا الحبات ديالكم في العسل ومن بعد تخلوهم في ديك الكنافه. هنا كما كتلاحظوا الحبات فوت فيهم شي شويه ديال النار وتشققوا من الفوق حيت كنت نسيت وخليت الفران شاعل من التحت ومن الفوق، حيت قبل طيبت فيه البهله مباشره. بعد ما طيبت فيه البهله خشيت فيه هاد الحلوه، ما رديتش البال باللي النار شاعله حتى من الفوق. داكشي علاش تخطفوا شويه وتشققوا. المهم نتوما ما غاديش يجيوكم مشققين بحال هكا حيت النار تكون شاعله غير من التحت. صافي من بعد انا هنا الطريقه باش نجرب شويه كندير بزاف ديال الحبات في العسل، كنخليهم كيستقطروا فوق الصفايه، وكنكمل ما تبقى اللي كنكون حاطاه في الكنافه كنفندو. من بعد كما كتلاحظوا درتهم هكذا في هاد القويعطات هذا باش يعطيهم واحد الجماليه اكثر. صافي وكتستفوهم حدا بعضياتهم. وكنا متاكدين هاد الحلوه كتجي بنينه بزاف، ما تشبعوش منها، واحد المذاق رائع. وديك القرمشه كتزيدها واحد المذاق، القرمشه ديال الكنافه مع ديك الحلاوه ديال العسل كتجي زوينه بزاف. ننصحكم انكم تجربوها وغادي تنال اعجابكم. وهذا ما كان، نشوفكم المره الجايه في فيديو جديد ان شاء الله.